من العلماء الذين لقوا ربهم كذلك في شهر رمضان الشيخ الفقيه خلف بن حمدان بن سالم بن سيف البوسعيدي، وهو من مشايخ وفقهاء منح. انتقل إلى رحمة الله عز وجل في 20 من شهر رمضان من عام 1433 من الهجرة، الموافق 8/8/2012. طبعا شيخ خلف بن حمدان شاعر لا يبارى ولا يضاهى ولا يمارى، وله قصائد كثيرة جدا وقصائده موجودة. طبعا الشيخ فقد بصره وعمره 8 سنوات، إلا أنه لم يفقد بصيرته رحمه الله، وكان شديد الحفظ والذاكرة، كان صاحب ذاكرة حديدية، حتى أنه في مرة من المرات كان شيخه يقرأ له سورة الطور، وبعدما انتهى من قراءة سورة الطور قال الشيخ خلف لشيخه: حفظتها؟ قالوا: حفظتها؟ قال: نعم. قالوا: سمع لي إياها، وسمع له إياها كلها بدون خطأ. هذا مما عرف عنه من قوة حفظه. ففقد البصر نعم، لكنه لم يفقد البصيرة. طبعا الشيخ خلف من مواليد أواخر ذي الحجة من عام 1368 من الهجرة، ولد قبل وفاة الإمام الخليلي ب5 سنوات. طبعا الشيخ كان فريدا في الأحكام أو قل الفتاوى الشرعية أو ما يأخذ به، إذ أنه من طبيعته لا يحب التقليد أبدا، ويقول: على أنني لا أقلد أي عالم من العلماء، وإنما أسير على حسب ما يرضاه ضميري، وما يرضاه ضميري لا يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان فريدا من نوعه رحمه الله. وطبعا كان الشيخ يجله الصغير والكبير، وتعين مدرسا في جامع السلطان، كان يدرس التجويد إلى آخر حياته رحمه الله. وطبعا حتى أن المسؤولين كانوا يقدرونه ويحترمونه، فقد كافأ وزير الديوان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وحينما أراد أن يستلم الشيخ خلف بن حمدان الهدية التي قدمت إليه من الديوان، وزير الديوان نزل من المنصة وسلم الشيخ هديته في المكان الذي كان يجلس عليه. واشتهر الشيخ خلف بن حمدان بتفسير الرؤى، معروف بتفسير الرؤى، وكان لا يشق عليه غبار في هذا الجانب، بل أن تفسيره عجيب غريب. مرة من المرات اتصل به أحد الأشخاص فقالوا: الشيخ أنا عندي رؤيا أريد لها تفسيرا. قالوا: تفضل. قالوا: رأيت في المنام كأني أنازع أحد العلماء. فقال له الشيخ: البعض يمكن هو لما يطرحوا له هذه الرؤيا يقول له أكيد أنت صار مقصر في شيء، أكيد أنت ما بار بحيانك، أكيد أنت متكلم على واحد من العلماء. لا، قال له الشيخ: سترزق إن شاء الله بغلام، وهذا الغلام ستسميه باسم أحد الصحابة. وفعلا كان هذا الرجل ينتظر ماله، ينتظر مولود، وانتم تعرفوا عادوا حاطين الاسم، إذا جاء ولد أنسميه كذا، إذا جت بنت أنسميها كذا. فعلا أن ذاك الرجل كان حاط اسم أحد الصحابة يسمي ولده إن كان ذكرا، وقدر الله عز وجل أنه فعلا رزق بذكر. وكذلك من الرؤى التي فسرها الشيخ أن أحد الأشخاص قال له:
رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن في القبر، وبعد لحظات توفيت أنا ودفنت في نفس القبر الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تفسير رؤياي؟ فقال له الشيخ: ستشتري بيتا من طابقين. وفعلا مرت الأيام بعد فترة طويلة جدا حتى أن الشيخ انتقل إلى رحمة الله، وهذا وجد سعرا مناسبا لأن يشتري بيتا في مسقط، وفعلا كان البيت طابقين واشتراه بعد فترة من تفسير الشيخ له، وكان الناس يستعينون به في هذا الجانب رحمه الله، وكان رزينا وقورا زاهدا ورعا رحمه الله تعالى. طبعا ترك لنا كثيرا من الفتاوى لكن ما جمعت مع الأسف الشديد، وترك ديوانا، وهذا الديوان إلى الآن لم يطبع، صفحات البيان إلى الآن لم يطبع، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يرى النور. مع الأسف الشديد كان الشيخ خلف بن حمدان غير معروف عند كثير من الناس، وكذلك هو من ضمن العلماء الذين درسوا على يد جهابذة العلماء، فقد درس على يد العلامة حمود بن زاهر الكندي رحمه الله، وكذلك درس على يد العلامة سعود بن أحمد الإسحاقي رحمه الله، وكان عالما متبحرا، لكن قلما من استفاد من علمه وانتقل إلى رحمة الله، والكثير لا يعرف عنه شيء. طبعا الشيخ كما قلنا أنه أعمى، وسبب وفاته أنه سقط من السلم، والله سبحانه وتعالى جعل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، فالشيخ بقي يعني يوم أو يومين أو أقل الله أعلم لا أتذكر، وانتقل إلى رحمة الله عز وجل. من المواقف الرائعة التي تذكر عن هذا الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان مأجر بيته أحد البانيان، وهذا لما توفي الشيخ كان هذا البانيان موجود في منح، وبلغه الخبر بوفاة الشيخ فبكى بكاء شديدا مرا، فتعجبوا كيف هذا بوذي يبكي على الشيخ، مو قصته مع الشيخ هذا البوذي، فسألوه: ما قصتك مع الشيخ؟ قال: هذا الشيخ رغم أنني أخالفه في الديانة إلا أنه كان حنونا علي وكان لا يستغلني. قالوا له: كيف؟ قال: كنت إذا جئته وقلت له على أنه أنا أسافر أسير الهند، فيسألني يقول: كم شهر تجلس في الهند؟ فيقول له مثلا 3 أشهر. 3 أشهر. يقول له: طيب 3 أشهر ما آخذ عليك إيجار لأنك أنت ما استغليت البيت. فما يقول كان ما يأخذ عليه إيجار في فترة الإجازة، ما يأخذ علي إيجار، ويوم أسير يقول يعطيني مبلغ محترم من المال، ويقول لي هذا حال أولادك وحال أهلك الذين يوجدون في الهند. شوفوا الأخلاق، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. اليوم من بني جلدتنا ويستغلنا، مسكين ولد تو طالع الدنيا، تو بادي يشتغل، مسكين تو متزوج، باغي يستأجر بيت. قالوا إذا باغي أقل شيء ب200 ريال. البيت كم في غريفة واحدة، وفي أظن دورة مياه واحدة، وفي مطيبخ زين، وفي ماله، وفي مقالها برندة انتوا تسميوها صالة زين. فهذا بيت صغير وب200 ماله ريال. تعال الأرض تراب وتباع الآن بالملايين، وكل ماله استغلال. وما يصيبنا اليوم هو بسبب سوء أعمالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أينما تكونوا يولى عليكم. كل واحد يستغل ماله الثاني، وكل واحد يحاول أن يأخذ أموال الثاني ويجيب له ماله طريقة مشروعة. لاحظوا كيف الشيخ يقول لا ما آخذ عليك 3 أشهر، هذه إجازتك، أنت ما استغليت البيت. نوبة ما يروح الشيخ يأجره، قال ما علي 3 أشهر تسير وأنا أروح أأجره حل واحد غيره. وهذا الآن ماله موجود. بعض الأشخاص استأجر بيت مع فلان ب200 ريال ويروح ويأجره حال شخص آخر ب400 ريال والدنيا خاطفة، ولا يسأل عن الحكم الشرعي يجوز ولا ما يجوز، ما عليه، لأنه نحن ما مضطرين. والله يعيننا على هذه الأزمة، بتوة تنزل علينا. يا الله بالسلامة، يا الله بالسلامة، نسأل الله الستر والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. كل واحد يستغل الثاني. وعاد ما شاء الله ذيك اليوم صناديق الاحتياط تنتشر انتشار كبير، كل واحد صندوق احتياط حال من؟ حال الثاني. فنسأل الله العون والستر.